انا عارف انا هرجع لاني 3 دقايق بالظبط. السلام عليكم. شفيق جمال إنسان بسيط، مرشد سياحي للأطفال في الرحلات المدرسية. بتقع في طريقه صفارة من العصر الفرعوني، بتقدر ترجع الإنسان بالزمن للفترة اللي بيفكر فيها لمدة 3 دقايق، وبعد مرور ال3 دقايق دول ينتقل لحياته نفس الزمن اللي صفر فيه، ولكن بتكون الحياة اختلفت حسب اللي عمله في ال3 دقايق دول. شفيق بسبب حياته اللي باظت من موقف معين حاول يرجع بالصفارة مرات كتيرة جدا علشان يصلح من مصيره، ولكن في كل حياة كان بيروحها كان بيلاقي حاجة ناقصة بتخليه يرجع يحاول تاني من الصفر. في أكتر من حياة موازية عاشهم شفيق اتذكر موضوع اللي حصل في جمصة، واتذكر بصيغة إنه وصمة عار أو شيء مخجل في تاريخ شفيق. جدول حضرتك مقفول جدا، وكفايه قوي اللي حصل في جمصه. عندك ما تخليني احكي لك موضوع جمصة، عشان ده موضوع خانقني ومش عارف دماغك كانت فين ساعتها. إيه اللي حصل في جمصة؟ وليه مشترك في كل الحيوات الموازية دي؟ أنا هجاوبك، بس قبلها نجاوب الأول على نقطة ليه شفيق بيحصل له حاجات مش طبيعية. شفيق بيلاقي صفارة بتصفره في الزمن، وبيلاقي رسايل طول الوقت تنصحه بالرضا والتغيير، وبيتعرض لمصايب وبينجو في كل حياة بيبقى مشرك على الموت لولا انه بيصفر. في حياة بيكون غني قوي على غير العادة، في حياة بيكون فقير قوي برضه على غير العادة، في حياة بيكون مريض وعنده مرض نادر، في حياة بيكون عنده مرض تاني وعبد للأدوية. مش بس هنا، ده حتى من صغره مش بداية من الصفارة وبس. في الحقيقة شفيق ما كانش إنسان عادي، إنما هو عنده هبات خارقة للطبيعة. والموضوع ده تقدر تقسمه لنظريتين حسب انت قاعد في انهي زاوية. تقدر تشوف إن شفيق شخص سيء الحظ تماما وبيتعرض لمصايب وحاجات خارجة عن المألوف وخسائر وبينجو في النهاية، أو تقدر تشوف إن شفيق شخص محظوظ ونصيبه في الحياة جميل لأنه بينجو. ولكن الثابت إن شفيق مش إنسان طبيعي. إيه اللي حصل في جمصة؟ شفيق وهو طفل على مدار 4 سنين كان بيروح يصيف في جمصة مع أهله، وكل سنة كان بيغرق في نفس المكان في نفس التوقيت وبينجو في الآخر. البحر مش بيبلعه، وده يدعم غرابة شفيق وإنه مش طبيعي، ويدل كمان إن السر اللي في شفيق مرتبط بالمكان المعين ده في جمصة. طاقة المكان بتتحد مع طاقة شفيق اللي فوق الإنسان الطبيعي. لو أخدنا النظرية بأقرب إلى قلبي، فطاقة المكان خير وطاقة شفيق بتوقعه في مصايب، فبيحصل التضارب ده. ولكن في النهاية طاقة الخير بتكون وسيلة لنجاة شفيق من نفسه، لأن نفسه هي اللي بتغرقه والبحر بيخرجه. شفيق وعيلته بعد ال4 سنين دول السفر لجمصة بالمواقف دي بيتمسح من دماغهم تماما، ولكن كل سنتين تلاتة بيروح شفيق مرة وكأن في حاجة بتجذبه، وبعد ما بيرجع بينسى هو كان هناك ليه أو إمتى. لما شفيق بيسافر بالزمن كل مرة وبيكون في حياة موازية جديدة من كم حيوات لا متناهية، بيحصل إنه في كل حياة بيروح جمصة بشكل ما، وبعدين يحصل له موقف مخجل وغريب. بيحصل له حالة من التبرد والجمود كأنه صنم في مكانه. مرة تانية يحصل له هلوسة سمعية وبصرية، سلوكيات غريبة. مرة تالتة ينسى كل حاجة فجأة. مرة يغمى عليه ويفقد الوعي تماما لوقت كبير. مرة يتكلم بلغة غريبة مش مفهومة. وده في كل حياة موازية بيخسره حاجة، سواء كان شغل أو سمعة أو محبة الناس. كان كل مرة بيروح جمصة في كل حياة وكأن حاجة بتشده يروح هناك بحجة إنه يروق أعصابه ومزاجه، لكن في الحقيقة مش عارف رايح هناك ليه. ومرة تترجم في هيئة إنه بيحيي فرح هناك، مرة شغله صفقة، مرة تخليص شغل شمال. حتى في الحياة اللي كان فيها في مصحة نفسية، هو في وقت جمصة ده كان خف واتكتب له خروج من المستشفى، وأول ما راح جمصة حصل له هلاوس وانتكس ورجع المصحة تاني. يعني كانت الأسباب بتتعدد لكن الدافع الداخلي ثابت وغير معلوم، وكأن طاقة المكان ولدت جواه مغناطيس رغم شر نفسه انجذب لهناك. المكان بينقيه، على عكس الظاهر إن جمصة فال شؤم أو أذى له. ليه بيحصل له الحاجات دي في جمصة كل مرة؟ بكل بساطة مع كم الطاقة المتولدة من السفر بالزمن الغير مشروع، وطاقة نفس شفيق، وطاقة المكان، بيحصل تضارب كبير جدا. جلتش، تداخل واختلاط بين العوالم الموازية. كل حياة عاشها وما عاشهاش بيخشوا في بعض وبياخدوا وقت كبير على ما يترتبوا تاني، فده يخليه يعمل ايرور. الفكرة هنا
إن الثوابت ما كانش فيه منها هروب، مهما اتغير الشكل الخارجي هيحصل موضوع جمصة، لأنه ثابت مش متغير، زيه زي أهل شفيق كده. في حد شرح النظرية دي بشكل مختلف تماما من سنتين، ولكنه فسر موضوع جمصة في حياة واحدة من الحيوات والباقي لأ، وده تفسير قاصر جدا، لأنه كان معتمد فيه على تتر المسلسل، إنما أنا كان لازم أحنكها طبعا. صدق لما عملت كده ارتحت. جميل قوي، انصحك بيه. لو أنت كنت منتظر البارادوكس بتاع مسلسل دارك، إنك تسافر للمستقبل تقنع نفسك العجوزة ما تشتريش جاتوه، فتلاقي نفسك اوريدي سافرت وهي صغيرة لنفسها وهي كبيرة عشان تقنعها، ولقيت نفسها الكبيرة سافرت وهي صغيرة لنفسها عشان تقنعها، ونستمر في الدايرة المغلقة دي اللي بتنفي إن السفر بالزمن ممكن يعالج المشكلة، بل هو تأكيد على القدر وعدم القدرة على الهروب منه، فتبقى غلطان، ومفيش في الصفارة معضلة ولا حاجة. وإن كانت هي بتأكد على نفس الفكرة بتاعة إن مفيش هروب من المكتوب. أنا بس حابب أقول لك إنك لو كملت الفيديو للنهاية تبقى راجل سكر، لأنك مستحملني من البدايات، هتحتفل معايا إن شاء الله وقت الانتصار. استحملني والتمس لي العذر في أخطائي التقنية، وبص في ربع الكوباية المليان، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس، وتشوف الحلقات اللي فاتت، وتحديدا آخر حلقة لأني تعبت فيها جدا والله، وتقول لي رأيك في الكومنتات. وسلام. انت يمكن يعني ما تكونش راجل مثالي. اسمع يا ابن